كتبدا قصة الفيلم على هاد البنت اللي سميتها وي مع باباها اللي سميتو كي اللي هو مخترع بيولوجي اللي كيحاول في هاد المهمة يخترع شي تركيبة اللي تحيد ليهم شي تشوه وراثي اللي كاين على وجه وي وحتى باباها كي. وهنا في المختبر ديالو المتواضع كيصنع ويجرب وكيشوف بنتو كترسم شي وردة وهو يسولها فين شفت هاد النوع ديال الورد وهي تقول ليه شفتها في واحد المجلة وهو يقول لها باللي شحال وهو كيقلب على هاد النوع ديال الورد ولكن ما قدرش يلقاه. وهنا كنشوفوا باللي قدر يصنع شي تركيبه ويجربها على وجهه. وقف قدام المرايه وكيبان البلان خدام وفرحان ولكن خوناكي شويه غيتفاجئ باللي التركيبه قدرت تسد ليه البشره والجهه ديال الفم وما قدرش حتى يتنفس. وهنا كيقلب على الماتريال باش يفتح داك الشيء وغيضرب راسو ولكن بلا نتيجه. وحتى بنتو وي كتحاول دير يدها ولكن للاسف خوناكي قدر يفقد الحياة ديالو. وهنا دازت عوام وسنين كبرات وي وقررت باش تسافر للولايات المتحدة الأمريكية باش تكمل الدراسة ديالها وقررت كذلك باش تعيش مع عمتها اللي سميتها لي. وما ضاملين عندها بنتها اللي سميتها أنجيلا اللي تهي ما حملاتش وما قبلاتش وي على التشوه اللي فيها وكتحاول ديما تتجنب وتهرب منها. فهاد اللحظة كنشوفوا وي باللي دخلت للجامعة وبدات في القراية وكنشوفوا هي اللي جبت أكثر معدل في القسم وصدمت الأصدقاء ديالها كاملين في القسم. وهنا كنشوفوا انتقل الحدث دخلت المختبر ديال المدرسة وغتفاجئ وتلقى الأستاذ ديالها بول تهو من نفس السلالة ديال باباها تهو خربق في هاد الشيء ديال التجارب. ودخل عليها المختبر وشاف عندها واحد الكتاب وطلب منها يشوف داك الكتاب. وملي غيشوف داك الكتاب خونا بول تصدم في داك الشيء اللي فيه لقى باللي وي حتى هي كتخربق في هاد الشيء ديال التجارب وباللي فايته بشي حاجه زايده في هاد الشيء وفي هاد الدومين هذا. وكنشوفوا السيد الدهشر فيها. وهنا عرف باللي وي دخلت لكليه العلوم على قبل هاد الشيء وطلب منها ينضم ليها في هاد العالم ديال التجارب والعلوم وتقبلت الفكرة. وهنا وين رجعت للدار ولقات أنجيلي بنت عمتها معها شي فردات اللي صحابتها وبداو يتنمروا عليها ويتهربوا منها. وهنا كنشوفوا بول كيتواصل مع شي جمعية اللي طلبوا منه هاد الخدمة وكنشوفوا كيقولوا ليه إلا ما وجدتيش لينا هاد التجربة في هاد السيمانة غير بلاش. وهو طيح عليه فكرة ديال وي باش يستغل البحث والمعلومات اللي عندها في هذا المجال. وهنا انتقل الحدث وكنشوفوا وي كتعرض على صحابات انجيلا باش يمشيو ياكلوا في واحد المطعم اللي هو اسيوي. هما اللي وصلوا للمطعم وهنا كنشوفوا باللي ما بغاوش ياكلوا معها داك الشيء اللي طلبات ديال الاكل مشاو وسمحوا فيها وخلاوها تاكل داك الشيء غير بوحدها. وهنا كنشوفوا وين باللي حزينه وواقفه مع واحد السيد اللي حتى هو فيه واحد التشوه وهو يسولها السيد قال لي علاش ديما كنشوفك كتدوزي من هنا كتكوني مغوبشه وحزينه. وهي تقول ليه انها حتى واحد ما بغى يتقبلها وهي بدات تكره راسها. وهنا كنشوفوا بول بالسياره شافها على غفله وطلب منها باش يوصلها للدار. وهنا هما غاديين في الطريق غيطلب منها بول المره الثانيه باش تنضم للمختبر ديالو واقترح عليها فكره باش يكملوا على داك الشيء اللي ما كملش عليها با. وهنا كنشوفوا وي فرحات ووافقات على هاد الشيء اللي طلب منها بول. وهنا انتقل الحدث وكنشوفوا وي مع بول في المختبر بداو في المهام ديالهم وكل نهار يلقاو فكره جديده. كيبان لينا بول بلي طلب من شي بنت باش تنضم ليهم في هذا العالم ديال الابحاث اللي كانت واحد البنت في القسم اللي سميتها جاسمين. هنا جاسمين ووي قرروا يوليو صحابات وكنشوفوا جاسمين طلبات من وي باش تحيد الشال وما تبقاش تخبي الوجه ديالها وهكا تبان حسن. وهنا كنشوفوا وي حست بالفرحه اول وحده غتقبلها بعد ما كل شيء تخلى عليها. وفي نفس الوقت كنشوفوا وي باللي طاحت ليها الورقه اللي كانت راسمه ملي كانت صغيره مع بابا وغتفكر الهضره اللي كان قال ليها باباها في الصغر ديالها باللي هاد النوع ديال الورد فيه واحد الماده اللي غنحتاجوها في هاد الشيء ديال الاختبار باللي فيها واحد التركيبه اللي غتعاوننا بزاف في هاد الشيء. وقررت وين تلقى داك النوع ديال الورد وهي تحيد شي وردات منها وتوصل للمختبر وتكمل على التجربه توجد كامل داك الشيء اللي خاصها وتبدا في المهمه. وملي سالات بدات كتجرب هاد التركيبه في رجليها اولا باش ما يوقعش ليها كيما وقع لباباها. وهنا كنشوفوا بول باللي مراقبها من السرجم وكيشوف داك الشيء اللي كدير. وملي مشى عندها تصدم لقى باللي التجربه نجحات. وهنا كنشوفوا صاحبه انجلي كتستغل الفرصه ملي هبط عند الرجل ديالها باش يشوف التجربه بدات كتصور فيهم من السرجم باش تخلق لهم المشاكل ما بين انجيلا
وبول، وزيد عليهم وي، حيت كما كنعرفوا ان انجيلا كاينه في علاقه مع بول. وهنا بدات تصاور وتصيفطهم لانجيلا في الواتساب. وملي جات وي للدار بدات انجيلا كطلب من وي تخرج من الدار، وبدات كتغوت عليها حيت صاحبتها نوضت لهم قرباله بيناتهم. وكنشوفوا انجيلا شنقات على وي وباغيه تصفيها ليها، ولكن وي قدرات تدافع على راسها وتضرب انجيلا. وهنا انجيلا فرقت الحياه، وهنا تصدمت وي، ولكن فكرت في فكرة جهنمية أنها تستغل الجلد ديال أنجيلا في التركيبة وتدخلها للمرحاض وتحيد لها الجلدة ديال الوجه وديرها على وجهها. وهنا كانت النتيجة ناجحة، ولات وي بوجه أنجيلا. وهنا وي فكرت انها تولي هي انجيلا. وهنا كنشوفوا وي باللي فرحات وباللي حققت الحلم ديالها وتخلصت من الجثه ديال انجيلا تحت الناموسيه. وهنا كنشوفوا وي دخلت الفيديوهات ديال انجيلا عبر التواصل الاجتماعي باش تعلم منها الحركات والشخصيه ديالها. وهنا وي في وسط الجامعه بالوجه ديال انجيلا. وهنا كنشوفوها مع جورج اللي هو الصديق انجيلا، وهو يطلب منها باش يخرجوا شويه ويفوجوا على برا. وما عندها ما دير انجيلا، بغيت نقول وي ما عندها ما دير، وقبلت العراضه ومشات معاه. وهنا كنشوفوهم مع بعضياتهم دوزوا الوقت وكيضحكوا وكيبانوا لينا في واحد الجبل جالسين تما. ولكن في نفس الوقت غتكون الصدمه، الجلده ديال انجيلا اللي مركباها وي على وجهها بدات كطيح وغطيح منها مباشره، وغيشوف داك الشيء جورج غيتخلع. وفي نفس الوقت مشى باغي يهرب وهو يتزلق ويطيح من داك الجبل. رجعات وي للدار وكتقلب على الدفتر ديالها اللي هو الدفتر ديال باباها اللي فيها شي معلومات مهمين، ولكن غتلقى الدفتر اللي غبر ليه الاطار. وهي في نفس الوقت كتقلب وهي تلقى الدفتر ديال بول اللي فيه شويه د المعلومات، وتكمل التجربه وتنجح ليها الخطه المره الثانيه، ولكن كتحس باللي ما خداماش مزيان، يعني داكشي مؤقتا وصافي. وهنا كنشوفوا جات صاحبه انجيلا اللي الاسم ديالها ايف. وهنا كذلك وي غطيح عليها واحد الفكره جهنميه انها تستغل ايف وتطلب منها تطلع معها للبيت الفوق وتصفيها ليها ودير نفس التجربه اللي درت مع انجيلا، غتحيد ليها الجلده وتلصقها على وجهها. وهنا كنشوفوا البوليس باللي جا على غفله للدار ديال انجيلا باش يسولوا انجيلا على اختفاء ديال جورج، وتقول لهم وي بلي انجيلا راه ما كايناش دابا راه خارجه. ولكن البوليس طلب منها باش يفتشوا الدار، ولكن في الاخير ما كيلقاو حتى حاجه ولا حتى دليل. وهنا في نفس الوقت وي في الجامعه بالشخصيه الجديده ديال ايف. وهنا الاصدقاء والتلاميذ كيسولوها على انجيلا وتبغي تقلب لهم الموضوع وتقول لهم بلي هي راه مشغوله ولا غتكون مريضه حيت حتى هي راه ما شافتهاش. وهنا طاحت فكره على وي باش تخلص من الجثث ديال انجيلا وايف، فكرت تقردهم وتقطعهم وترميهم. وهنا كنشوفوا الكلب ديال الجاره ديالها بدا كيغوت، وتخرج هاد السيده وتقول لها راه الكلب هاد الايام ما كيسكتش راه ديما كيغوت. وهنا كنشوفوا انتقل الحدث لبول قدر ينجح في التركيبه ويصيفط الميساج لانجيلا في التليفون ويقول لها راه نجحت في التركيبه، والتليفون ديال انجيلا كاين عند وي وهي تقرا داك الرساله. وهنا عرفت وي باللي بول استغل الكتاب ديالها باش يخرج منه هاد التجربه. وهنا كنشوفوا بول باللي جا للدار عند انجيلا وغيتصدم غيلقى تما ايف اللي هي في نفس الوقت وي سولها على انجيلا وتقول لها راه خرجات غتجي دابا، غير جلس هنا واستنى شويه. وهنا كنشوفوا وي باللي كتغفل بول باش تهز ليه الكتاب ديالها، وكنشوفوا وي هنا دخلت للدوش وبدات كطيح ليها الجلده ديالها من الوجه. وهنا كنشوفوا بول باللي كيقلب على الكتاب ديالو والتركيبه، وبالصدفه غتجي جاسمين على غفله المنزل ديال انجيلا وجات كتسول وي على البنات فين مشاو. وهنا على غفله كتمشي جاسمين للثلاجه باش تهز شي حاجه تشربها، وملي غتفتح الثلاجه كانت الصدمه، غتلقى الجثات ديال انجيلا وايف في وسط الثلاجه. قبل ما تغوت كان نقزات عليها وي وتبلع عليها الفم وتخلص منها حتى هي وتخليها جثه هامده في الارض. وهنا خرج بول على غفله يسولها على التركيبه وهي تقول ليه راه كاينه في الثلاجه، غير فتح الثلاجه تشوف. وملي غيفتح لينا خونا بول الثلاجه وغيتصدم حتى هو بداك الشيء اللي كاين تما الروين. وقبل ما يتقلب كانت جات من موراها وتصفيها ليه حتى هو وتدخل فيه واحد الابره وتخليه تما كاو. وهنا كنشوف وي خرجت على برا وتهرب حيت سمعت الصوت ديال البوليس باللي جايين للدار، وغتمشي ديريكت لداك السيد اللي كان حتى هو عنده التشوه في الشارع وكانت معها التركيبه وداك الكتاب وداك الروينه كامله في يديها. مع غتوصل للسيد غتطلب منه باش يخبعها عندها، ولكن في نفس الوقت غيخرج ليها داك السائل وداك التركيبه وداك العالم ديالها غيتخربق معها مع داك السيد وغيتجمعوا غيوليو انسان واحد
بالتشوه ديال الزومبي. وهذه هي النتيجه ديال شي واحد من اللي ما كيتقبلش يعني الشخصيه ديالو. وهذه هي القصه ديال الفيلم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبخلوا علينا بواحد لايك وشي كومونتير زوين. الله يحفظكم، واستناونا في قصه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.